مساء الخير يا جماعة. آه، في هذه الظروف العصيبة كان لازم أطل وأطلع أصيح بصراحة. يعني اللي حصل امبارح في الأنفيلد، أو هنسميها مجزرة الأنفيلد، أو فضيحة في الأنفيلد، أو يعني أي حاجة يعني هنسميها يعني، بس هي مجزرة الأنفيلد يعني. أعتقد هو ده العنوان المناسب للفيديو ده يعني. الفكرة English Premier League, Manchester United. ان اللي حصل امبارح والسبعة صفر دي والاهانه اللي حصلت امبارح، اللي هو يا جماعه انتوا انا امبارح وانا بتفرج انا صممت اكمل الماتش الاخر. انا اللي هو انا هكمل الماتش الاخر واتفرج على الماتش الاخر عشان انا كنت عايش في حاجه واحده بس، ويا ريتني ما شفته بي اونست، اللي هو اتيتيود اللعيبه مع الهزيمه الثقيله. ديسجريسفul، مثير للشفقه، باثيتك، سيء جدا، مهين، سمي زي ما انت عايز. اللعيبه امبارح زي ستوب راننج من اول الجون الثالث او الرابع. يعني انت بتلعب في مانشستر يونايتد قدام المنافس الرئيسي بتاعك في الحياه، مش في الدوري، كده كده في الحياه، في المطلق، في اي حاجه، وتسيبه يشيلك سبعه. اصل انا مش هتكلم كوره، يعني لو هتكلم كوره انتوا عارفين يعني، بجد مش بهزر. ليفربول امبارح ما كانش ذات جود اصلا، يعني ما كانش فشيخ، ما كانش جامد فشخ، ما كانش مكسر الدنيا. كان عادي عادي، ماتش عادي جدا في الانفيلد، وفي بالمستويات دي اوقات بيطلع ما بيكسبش في الانفيلد اصلا، بيخسر من ليدز وبيتعادل ما اعرفش مع مين، وبيتعادل مع ويست هام اند سو اون. فاللي هو بالسبعه، وليفربول زي ورنت ايفن ذات جود اصلا، ما كانوش كويسين خالص. اتكلم على ايه؟ اتكلم على ايه والله؟ يعني اولا تنهاج، انا مش هطلع اشرح في تنهاج خالص. الراجل لسه جايب لنا بطوله. الراجل لا، هي از هافينج ا جود سيزون. انا مش هطلع اشتم في الراجل او اي حاجه، لا خالص بصراحه. بس يعني التكتيك ده مشي قدام برشلونه عشان هو كان جديد، ما كانش حد متوقع انك هتعمل كده. بس مش بالضروره اللي هو يمشي كل مره، مش الضروري اللي هو يمشي كل مره خالص. انت طول الموسم كله لعبت فرقتين فيهم لعيبه وورلد كلاس، فرقه شايلتك 6 وفرقه شايلتك 7. فيا باشا ليه؟ يعني امبارح محمد صلاح، يعني انت بتلعب قدام واحد من احسن 3 وينجرز في العالم، في العالم كله، يعني مش الدوري الانجليزي، في العالم، بالارقام، بالاحصائيات، بالريكوردز، بكل حاجه. وبتلعب عليه برونو فرنانديز اللي هو ورك ريت تقريبا مش احسن حاجه، مرميه ناحيه الشمال، وسايب لوكشو لوحده، حرفيا لوحده على محمد صلاح. بس ليه يعني؟ في ايه؟ احمد الشيخ بتلعب شو بيلعب على احمد الشيخ؟ لا يا باشا، ده محمد صلاح هداف التاريخي لمانشستر ليفربول في الدوري الانجليزي، هداف الدوري 3 4 مرات، تاني احسن لعيب في العالم، توب 5 في لعيبه في العالم في المطلق. اللي هو بتعمل ايه؟ وايه ويج هورست 10 دي؟ يعني ماشي قبل كده عشان الورك ريت بتاعه بيرجع يدافع عن سون، بس ورج يعني ويج هورست مش 10 تمام خالص. راشفورد ما تلعبه ناحيه الشمال عادي يا معلم، عادي، ويتراك باك عشان سرعته ويلحق صلاح ويكفر مع شو، الدنيا تبقى لذيذه. لكن تسيب شو على صلاح يا باشا، شو على صلاح، صلاح روقه. شو على مارتينيز، يا نهار اسود، يا نهار اسود على سوري، صلاح على مارتينيز، يا نهار اسود على اللي حصل. يا جماعه في جريمه، يا جماعه مارتينيز مات. يعني الجزار بتاعنا اتفشخ، انا اسف، يعني الجزار بتاعنا اتبهدل. ده خدوا واحده يا جماعه، ايه الدريبلينج ده؟ دين دين في الارض، ايه ده؟ لا اتبهدل، حرفيا اتبهدل امبارح. دالوت، يعني انت جاي تلاعب دالوت في الماتش اللي انت محتاج فيه فول باك بواجبات بالدفاعيه، وسام وام ساكت دكه؟ مش منطقي خالص يعني. يا باشا الماتشات دي محتاجه واحد بيدافع كويس قوي،
ولو هنقارن بين دالوت وبين وان بيساكا فلا، مع احترامي الشديد لوان بيساكا يعني مفيش وجه للمقارنه اصلا. وان بيساكا دفاعيا 60-70% احسن وافضل من دالوت يا معلم. في ايه؟ فريد سيريسلي الفكره ان نص ملعب ليفربول ميت، حرفيا ميت يا جماعه. خشوا اتفرجوا على تعليقات جماهير ليفربول على تويتر وفيسبوك وعامه في المطلق يا جماعه. هم كل اللي هم بيعملوه بيسيبوا في نص ملعبهم، كل اللي هم بيعملوه. ومع هذا زي اوت بلايد يور ميدفيلد امبارح يا باشا. ما عندك سابيتزر قاعد بره وانت مش شايف سابيتزر ده عامل ازاي؟ ده جاي يا باشا، ده جاي من بايرن ميونخ، جاي من بايرن ميونخ يعني ورك ريت مميت، مجهود مميت، قوه بدنيه شنيعه. وانت الماتشات دي محتاج كده. فريد في الجول الاول كودي جنبه بيجري من وراه. ايه حبيبي صباح الفل انا هاخدك وهقطم. ودالوت بعد كده بيتقطم يعني، وبيتقطم بيه والكره بتحط هناك، ولا مش دالوت مش فاكر. بس فريد ايه السذاجه دي يا عم؟ ده انت ولا ديفنسيف اويرنس ولا اوفنس اويرنس ولا اي حاجه، وركيت بس دبانه في الملعب. انا بتكلم على ماتش امبارح مش الموسم في العموم. الموسم في العموم فريد هافينج جود سيزون عامه يعني، مش سيء خالص يعني. كاسيميرو امبارح كان اوف خالص، ده من الاخر ده كان سبب الهزيمه. احنا كاسيميرو لما مش في مستواه او اوف او واتس ايفر مفيش فرق. الفكره بقى يعني امبارح انا بعد الماتشات دي بصراحه السكور او الماتشات القويه دي احب اروح اتفرج على سكاي سبورت بصراحه يعني. سكاي سبورت امبارح كان مين اللي قاعد في الاستوديو؟ جاري نيفل، روي كين، جرام سونس وجيمي كاريجر. اسطورتين من ليفربول واسطورتين من مانشستر يونايتد. امبارح طول الاستوديو جيمي كاريجر وجرام سونس ماسكين روي كين وجاري نيفل غسيل المكوى. خناقه في شارع، شيت شو حرفيا، خناقه في شارع. امبارح جاري نيفل طول الساعتين بتاعت الماتش وبعد الماتش وكده عمال يقول لك it was a freak اللي هو نتيجه يعني شاذه عن المنطقي and so on. وجرام سونس الناحيه الثانيه عمال يطقع له اللي هو فريك ايه يا معلم؟ انت ما اتفرجتش على لعيبتك ولا ايه؟ دي الكواليتي اصلا اللي عندك، ده اخرك. انت تقريبا اتفرجت على ماتش تاني غير ان احنا اتفرجنا عليه، دي فضيحه، دي كارثه. وبعض الالفاظ الخارجه اللي اتقالت عامه هم عندهم عادي بيقولوا حاجات غريبه كده. فامبارح على سكاي سبورت امبارح في السوبر ساندي لا والله جيمي كاريجر وجرام سونس وبهدلوا هانوا روي كين وجاري نيفل. هوريكم صور وهوريك الصوره اللي بعد الماتش اللي كاريجر مصورها وموبايله ونزلها على تويتر. النظره اللي على جاري نيفل لا it wasn't a freak it was يعني يا جماعه it's a hit on the road وهيت قويه كمان، خبطه قويه وهتوجع جدا. الفكره بقى مع كل المقاسي وموسم ليفربول الكارثي ويعني والناس بتعيط وبتجيب دم وبايظين خالص، و70-80% او 90% كمان هيصعدوا تشامبيونز ليج. فعلا هيوصلوا تشامبيونز ليج عادي جدا، ومش بعيد ياخدوا المركز الثالث من يونايتد. وعملوها قبل كده يعني في الموسم اللي اليسون جاب فيه الجول الشهير في ماتش ويست بروميتش البيون، وكان نفس الموسم وكان نفس السوق وكان نفس كل حاجه، ومع هذا خلصوا فعلا في مركز رابع. فلا هزيمه كارثيه بصراحه يا جماعه. يعني نحترم محمد صلاح شويه يعني كلاعيبه لمانشستر يونايتد او تنهاج او كده، نحترم الراجل شويه يعني الراجل لا الراجل تقيل قوي برضه يعني. مش معنى اللي هو الموسم مش هو الفكره اللي هو الموسم مش ماشي معاه، ده هو لغايه دلوقتي في الموسم كله جايب 22 جول. فده يعني ده من اسوأ مواسم صلاح مع ليفربول، جايب 22 جول، ده من اسوأ. الراجل بقى الهداف يعني انا كمصري اسايد ان انا بشجع مانشستر يونايتد، لا انا فخور جدا 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 ان الليست فيها محمد صلاح، تحتيه روبي فاولر واوين وماني وجيرارد والليله دي كلها. انتوا متخيلين الاساطير دي عامله ازاي؟ انت الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الانجليزي هو مصري عربي، يعني حاجه ولا اروع ولا احلى ولا اجمل، وحاجه تدعو للفخر جدا. وجماهير ليفربول يعني enjoys this win، يعني هو خلاص هيبقى يعني حاجه ايكونيك
اصل هو كمان يعني هو جه قدام المنافس التاريخي في الحياه في العالم. سيبونا في حالنا، ده كل ماتش هتلاقي 7-0 كان لما ما كسبونا 5 في اولد ترافورد. انا ليه متضايق فعلا، انا ليه متضايق والله. وبعدين بقى نتكلم على اتيتيود اللعيبه وبرونو فرنانديز بالذات. برونو فرنانديز يا جماعه هيتقطع والله النهارده الصبح في الراديو والتلفزيون وتويتر وكل حاجه. اتفرجوا الناس قايله على برونو فرنانديز زي ار جوينج فور كيل، اللي هم رايحين يموتوه. ده اسوأ من ماجواير والله العظيم، اسوأ من ماجواير. امبارح برونو فرنانديز بقى نص الملعب عمال يعمل كده ويزق الحكم. انا مش عارف ازاي عدى الحكم دي اصلا، والله المفروض يطرد. فيري باد اتيتيود يا معلم، اللي هو انت كابتن فرقه، ده منظر كابتن فرقه يا معلم، بجد حاجه سيئه جدا. امبارح برضه كنت بتفرج كده في يوتيوبر بيشجع مانشستر يونايتد اسمه مارك جولد بريدج. هوريك الصوره كده بعد وهي 6-0 والسابع لسه داخل. هوريك الصوره دلوقتي زي ما انتم شايفين كده، الراجل بيعيط ليترلي بيعيط، وقاعد ورا الكرسي بتاعه وقاعد بيعيط. فلا امبارح كان هزيمه كارثيه، فيري باد هيت ان ذا رود. ما اعرفش ايه اللي ممكن يحصل بعد كده. ماتش بيتيس يوم الخميس، ما اعرفش ايه اللي ممكن يحصل بصراحه. ما اعرفش، مش هتكلم على كوره يعني، مفيش كوره يعني. اللي هو ماتش بجد امبارح برضه جرام سوانس وهو قاعد في الاستوديو اللي هو بيقول لهم وي هاف بيتن يونايتد 7-0 and we are not that good اصلا، ما لعبناش ماتش كويس. اللي هو تخيل 7-0 وهم بجد ما لعبوش ماتش كويس يعني. ده مش احسن ماتشات ليفربول يعني، شفت ليفربول احسن من كده بكتير. فامبارح كانت على سكاي سبورت شيت شو. انا ضحكت اكتر من الماتش يعني. انا بعد الماتش كنت متعصب جدا واللي هو جازز جدا، بس اتفرجت على سكاي سبورت لا ضحك جدا. الاربعه مع بعض مضحكين جدا. لا وكمان تين هاج اصلا بعد الماتش في البوست ماتش انترفيو طلع بيقول لك the players were unprofessional. فده تصريح كارثي. اللي هو المدرب بتاعه يطلع يقول على اللعيبه بتاعتك ان هم غير احترافيين بالمره، واللي حصل ده ممكن تخسر عادي بس ما ينفعش تخسر بالنتيجه دي عشان دي نتيجه مهينه انسون. فدي حاجه كارثيه برضه. حتى في الاستوديو بتاع سكاي سبورت بعد الماتش روي كين وجاري نيفل علقوا على الموضوع ده، اللي هو يا جماعه طب ازاي انا طول حياتي ال 15 سنه لما انا لعبت كوره مفيش ولا مره واحده مدرب طلع قال عليا ان انا بروفيشنال او كده. فده كان بيلخص لك مدى الكارثه اللي حصلت امبارح في الانفيلد او المجزره اللي حصلت في الانفيلد. المدرب بتاعك يطلع يهاجمك بالاسلوب ده عشان مش ده العادي بتاعه. ان جاري نيفل وروي كين يطلعوا يقولوا امبارح ان هو انا طول حياتي في الكوره و15 سنه كوره مفيش ولا مره مدرب طلع قال عليا ان انا غير احترافي او انا غير مهني او unprofessional زي ما تين هاج قال. فده شيء كارثي في كل حال من الاحوال يعني. فحرام اللي حصل امبارح، ده حرام والله فعلا. anyway يعني هيت اون ذا رود هزيمه قاسيه جدا. صلاح ريكورد بريكر، صلاح اسطوره، صلاح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الانجليزي، الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الانجليزي، الهداف يعني جمله صعبه، جمله تقيله قوي كمصري. بس كده. نتكلم على ريال مدريد. ريال مدريد مش هياخد الدوري خلاص، ريال مدريد بايظين خالص. السنه الجايه ريال مدريد محتاج 3-4 لعيبه كده يظبطوا الدنيا شويه هجوميا دفاعيا نص ملعبيا وكل حاجه.
امبارح مفيش حاجه اتقال اصلا، فاهم؟ الماتش ما عملوش حاجه قدام بيتيس يعني، هو فرصه او اتنين وخلاص يعني، كانوا سيئين جدا في منتهى السوء اكشلي. بس انا ما عنديش حاجه تانية اقولها، حسبي الله ونعم الوكيل. بس شكرا جدا، سلام عليكم.